ما يحصل من تطورات على الساحة الدولية لها انعكاسات على الساحة الإقليمية، وبالتالي يكون لها تداعيات على الساحة السورية وبشكل خاص على ساحة شمال وشرق سوريا. تعلمون أن العالم يمر بمرحلة وبمنعطفات لا يمكن أن نجزم الأمر بأنها تتجه إلى هذا الوضع، لكن ما هو واضح أن التغيرات والتحولات التي تحدث في العالم دليل عدم قبول جميع القوى الدولية وخاصة قوى الهيمنة العالمية بنمط متداول في السياسة الدولية. هناك الكثير من القوى الصاعدة الناشئة في العالم تريد أن تكون لها مكان في الساحة الدولية، فقطع الغاز الروسي والبترول عن أوروبا انعكست سلبا. لذلك الصراع بدأوا بتشكيل اتفاقيات في الشرق الأوسط، أيضا بحثوا بتشكيل اتفاقيات أخرى، بدءا من اتفاقية إبراهيم بالتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل كخطوة أولية للتوجه نحو ناتو شرق أوسطي أو ناتو عربي. بالإضافة الدول العربية الأخرى أساساً منذ عام 2018 لهم علاقة مع سوريا. بعض الدول لم يقطعوا العلاقة مع دمشق، مثلا العراق، الجزائر، لبنان لم يقطعوا العلاقة مع دمشق. بعض الدول رؤيتهم أن الوضع الثورة أو الأزمة السورية، يعني الثورة السورية انتهت مرحلتها، خاصة الإمارات. هناك دول أخرى ترفض التطبيع مثل الكويت، قطر، المغرب، ودول أخرى مثل السعودية ومصر لهم مشروع إقليمي في المنطقة يريدون مواجهة التقدم التركي الإيراني، لأن مصر ترى نفسها في المنطقة العربية هي القوة الرئيسية القادرة من أجل مواجهة المشاريع الإقليمية الكبرى. كيفية تحضير أرضية للتقدم بتشكيل جبهة معارضة قوية من أجل الضغط للتحول الديمقراطي في سوريا. خيار آخر الذي نعمل عليه كخطة جاء أمامنا كمجلس سوريا الديمقراطية تطوير المعارضة والتوجه نحو عقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية. يمكن خلال الأشهر المقبلة نعقد هذا المؤتمر بأن نتحول إلى لقيادة المعارضة السورية على كامل الجغرافيا السورية، وسيكون هذا أحد عوامل الضغط ضمن استراتيجية الضغط على النظام من أجل قبول التغيير والتحول. إذن نعمل ضمن عدة مسارات في مواجهة كل هذه التطورات، أي أننا لن نبقى فقط بأن ننظر ونقرأ الأحداث من خلال نرسم سياسات في مجلس سوريا الديمقراطية وشمال شرق سوريا كيفية مواجهتها بأن يكون لنا احتياط في كل المجالات. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم تعيد رسم عالم جديد في كل العالم، رسم عالم جديد وإسقاط هذه الدكتاتوريات. كل الدكتاتوريات الحاكمة في منطقتنا وفي معظم بلاد العالم سوف تسقط الولايات المتحدة. ليش؟ اليوم صحيح البضائع الصينية رخيصة، وبالتالي هذه الشعوب لا تستطيع أن تشتري البضائع الغربية والبضائع الأمريكية،
ولكن الولايات المتحدة ستعيد تنظيم هذا العالم. يجب أن نعي جميعا الولايات المتحدة سوف تعيد تنظيم العالم على أسس جديدة. فمثلا اللقاءات الأمنية بين تركيا وسوريا برعاية روسية تحولت إلى لقاءات دبلوماسية، وتأمل تركيا منها التتويج باللقاء مع القيادة السورية لاحقا وتسخير ذلك لأجنداته الداخلية والخارجية.